مسلسلنا بيبدأ ببنت اسمها تشان مخطوبة من 3 سنين لشاب اسمه فينج، ورايحة تقابله علشان يتفقوا على ميعاد الفرح. لكن بدل ما الراجل يتكلم في كتب الكتاب والقاعة، فتح معاها قائمة شروط تحسسك انه بيقدم على وظيفة مش جواز. بيقول لها انا اشتريت شقة بكل فلوسي ومش عايز منك غير تبقي ست بيت بس، تسيبي شغلك تقعدي تخدميني أنا وأمي هتعيش معانا، ومفيش خروج كتير ولا شغل ولا اختلاط، وكأنها داخلة سجن مش عش زوجية. تشان اتخنقت وقالت له اعتبرنا منفصلين ومبروك عليك الشقة انت ووالدتك، وجريت قبل ما يمسكها لأن سيادته كان بيجري وراها عايز يجرها على الجواز بالعافية. ومن التوتر تركب أول عربية قدامها من غير ما تبص، وتدلق القهوة على شاب قاعد جوه. الشاب ده اسمه يان. أول ما يشوفها يسرح لأنها شبه بنت من أيام المدرسة كانت بتدافع عنه من التنمر، وأول حب عدى عليه زمان. تشان تعتذر له وتسيب بياناتها علشان تعوضه وتمشي، وبالليل تحكي لصاحبتها اللي تقول لها ببساطة ولا يهمك اللي يروح يجي غيره 2. في نفس الوقت مساعد يان يعرف كل حاجة عن تشان، ويكتشف إنها محاسبة في شركة، والمفاجأة إن الشركة دي بتاعت يان نفسه، بس هو عمره ما بيروح الفرع ده. ويجي ميعاد عشاء عمل مهم لازم يحضره بصفته الرئيس. في الحفلة توصل بنت اسمها لي، الكل ينبهر بيها لأنها بنت صديق العيلة. وبعدها تدخل تشان وتشوف فينج، وأول كلمة تقولها هات قلادة أمي يا حرامي. يتضح إن فينج سرق قلادة أمها، ويقول لها مش هترجع له غير لما توافقي على الجواز بشروطي، ولما ترفض يطلع لها فاتورة بكل قرش صرفوا عليها في 3 سنين، حتى العصير كان متسجل. تسيبه وتجري تحت المطر، وفجأة تلاقي يان واقف بالمظلة بيحميها. مشهد رومانسي جه في وقته خالص. بعدها تشان تتوتر وتقول له أنا مش ناسية التعويض، سامحني بس، لكنه يقول لها أنا مش بساعدك علشان فلوس. يخرجوا يسهروا سوا، وتلاحظ إن مساعده بيناديه يا باشا، فتسأله هو أنت مش موظف زينا؟ فيضحك ويقول ده صاحبي بيهزر وبيعاملني رئيس غني. تشان تحكي له عن خطيبها السابق وانكسارها، ومع تأثير المشروب تفتكر حب المدرسة اللي سابها، ويان يفتكر إن هو نفس الشخص ده، وإن الظروف هي اللي فرقتهم زمان. تاني يوم تصحى تلاقي نفسها في بيت يان وتتوتر، فيقول لها انت شربتي كتير وانت اللي أصريتي تباتي هنا. تنزل تلاقي خدم بيقدموا أفخم فطار، فتستغرب ازاي موظف بسيط وعايش كده، لكن تتفاجئ إن قلادة أمها اتبدلت بواحدة أغلى، وتفتكر إن فينج ورا الموضوع. تروح شركته تتخانق معاه يحاول يضربها، وفجأة يظهر يان ويدافع عنها. تستغل الموقف وتقول لفينج إن يان خطيبها الجديد وأحسن وأغنى منه، رغم إنها لسه فاكرة إنه موظف غلبان. والحرس يطردوا فينج بأمر من يان. وهنا تبدأ تشان تشك إن في سر كبير مستخبي. وفي العربية يان يقول لها أتمنى تكوني قابلتيه بس علشان ترجعي السلسلة، وكان واضح عليه الغيرة، مع إن الحكاية لسه في أولها. تاني يوم تشان تروح الشركة وهي لسه مضغوطة من اللي حصل. تقوم المديرة نانا مستنياها على 1:30 وتهزقها قدام الكل على شغل متأخر، رغم إن تشان أكتر واحدة ملتزمة في المكان. واضح إن الست صحيت من النوم وقالت لازم أطلع غلي في حد. وبعد شوية تعلن إن المدير يان بنفسه هيشرف على شغل جديد في موقع بقرية بعيدة، ولازم حد من الموظفين يروح يعاين المكان ويعمل تقرير مهم للشركة. أول ما كلمة موقع اتقالت البنات كلهم انسحبوا بهدوء كأنهم سمعوا كلمة جبهة حرب. تقولك ده شغل رجالة، وطبعا المديرة تختار تشان بالعافية. البنت تضطر توافق علشان تثبت نفسها وتاخد الترقية اللي بتحلم بيها. وفي نفس الوقت نشوف يان في مكتبه، تلاقي ليه بنت صديق العيلة قاعدة معاه ومش ناوية تمشي، وهو مش طايرها لأنه عارف إنها ناوية تتلزق فيه لحد الجواز. المساعد يدخل يقول له لازم تنزل الموقع بنفسك علشان في موظفة جديدة رايحة، ويان يبتسم ابتسامة كده باين فيها إنه ناوي على حاجة. تشان توصل القرية تايهة، الشبكة مش لاقطة ومش عارفة حتى تقابل المدير فين. فجأة تلاقي عربية يان قدامها، تقول له أنا جاي أقابل مدير اسمه يان.
فيخبي إنه هو المدير وياخد منها الشنط ويوصلها فندق تبات فيه. لما تعرف سعر الأوضة تتخض، يقوم يان يقول لها كله على حساب المدير، هو احنا هنجيب الموظفين يتبهدلوا ببلاش؟ تدخل الأوضة وتطلع شنطتها، ويان يتصدم لما يلاقيها جايبة أكل وشرب وحتى كاتل شاي معاها. يعرف ساعتها إنها ست مدبرة على أصولها، مش بتيجي أي مكان إلا عاملة حسابها. تاني يوم بقى ينزلوا الموقع سوا، وتشان تفضل تتكلم عن المدير يان بشكل وحش وتقول إنه مغرور علشان عيلته غنية. يان يسمع ويتحرق من جواه ويقول لها طب ما يمكن يكون اتظلم، سمعت إنه ابن من أم تانية ومش الابن الشرعي، وسافر 7 سنين بره يبني نفسه بنفسه. تقول له يا عم سيبك، أكيد قاعد في التكييف وإحنا هنا بنتسلق تحت الشمس، وهو واقف جنبها تحت الشمس فعلا ومش قادر يقول لها أنا المدير اللي بتشتمي فيه. وفجأة تشان يغمى عليها من ضربة شمس قوية، يان يشيلها ويجري بيها على الدكتور، والدكتور يطلب منه يعمل لها كمادات ويهتم بيها بنفسه، ويان يفضل جنبها طول الليل لحد ما تفوق. تاني يوم تشكره وتعتذر له علشان عطلته عن شغله كمقاول بسيط زي ما فاكرة، وتطلب منه يساعدها في التقرير علشان تاخد الترقية. يان يسهر معاها ويخلص شغلها كله، وفجأة تحصل أزمة في الموقع. العمال متخانقين وعايزين تعويضات بعد خسائر حصلت، وفي اللحظة دي يوصل فينج للموقع علشان عنده شغل هناك. أهل القرية يفتكروه المدير ويمسكوا فيه ضرب، ويان وتشان لما يشوفوه يتغاظوا منه أكتر ويأكدوا للناس إنه فعلا مدير الموقع. فينج يتبهدل وهو مش فاهم حاجة ولسه ما يعرفش إن يان هو المدير الكبير أصلا. وبعد الأزمة وهم ماشيين يلاقوا أرنب صغير مصاب، تشان تتعاطف معاه وتشيله، ويان يوديها مستشفى بيطري. أول ما يدخل البنات تتلم عليه وكأنهم مستنيينه من زمان. تشان تشوف المنظر وتغير وتسيبه وتمشي متعصبة، وفي نفس الوقت فيندي يروح يتخانق مع يان علشان هو السبب في الضرب اللي أخده. آخر اليوم تشان ترجع الفندق وتكلم صاحبتها وتحكي لها إن يان شكله بتاع بنات. تقوم صاحبتها ترد عليها بمنتهى البرود عادي يا بنتي، ده كده يبقى عنده خبرة وهيعرف يحبك صح. يان رجع الفندق لقى تشان بوزها شبرين وقلبها دراما ومش طايقة تبص في خلقته. قعد يضحك وقال لها يا أرض احفظي ما عليكي، هي الغيرة بدأت تاكل فيكي ولا إيه؟ وفهمها إن الممرضة اللي كانت في المستشفى دي مجرد واحدة بتسلم عليه عشان عارفاه من زمان، لا راحت ولا جات، خلصانة بشياكة يعني. وكان مكسور الجناح ومبسوط من جواه إنها مغلولة عليه كده، وشكله كده وقع في الفخ وتعلق بيها رسمي. تاني يوم فينج خد له علقة كلام محترمة من مديرته، غسلته وكوته وقالت له فوق لنفسك وركز في الشغل بدل الفضايح اللي انت عاملها دي. وفي نفس الوقت المديرة نانا كبست على نفس تشان وقالت لها خلصي المشروع ده من غير خساير بدل ما نقلب الوش التاني. تشان ردت بثقة عيب يا مديرة، الشغل كله في الحفظ والصون وهسلمه وانا ماشية. بس فينج طالع نادل واطي ومصدق لقى السكة فاضية، استغل ان تشان مش موجودة وفتح اللابتوب بتاعها، شفط كل البيانات على فلاشة ومسح الأصل. حركة غدر توديه في داهية. تشان رجعت الشركة واثقة في نفسها، بتفتح الجهاز عشان تبعت الشغل، يا لهوي كل حاجة طارت. نانا هزقتها قدام اللي يسوى واللي ما يسواش وقالت لها انت كنت جاية تشتغلي ولا جاية تتفسحي يا روح ماما، واديتها 3 أيام تعيد فيهم الشغل من الصفر. تشان فضلت سهرانة ليل نهار لحد ما جابت جاز وخرجت من الشركة بتعيط ومنهارة. فجأة لقت يان واقح لها بالشمسية زي المنقذ بتاع كل مرة. قالت له وهي بتموت من القهرة انت مش ساعدتني، انا والله ما كدابة. قال لها جمدي قلبك يا بطة، انا شايل نسخة من الشغل معايا. وقرر يفتح الكاميرات عشان يشوف مين الحرامي اللي لعب في الجهاز، وعرف ان فينج هو اللي سرق الملفات. بس قال للمساعد سكتم بوكتم، مش عايز تشان تعرف دلوقتي لحد ما نشوف اخره ايه. وفي وسط الدوشة دي يان عرف يرجع لها القلادة بتاعت والدتها. تشان طارت من الفرحة، ولما سألته جابها ازاي قال لها انه راضى فينج بقرشين. وبعدين تشان قالت له ان المدير الكبير ليه يان جاي يزور الشركة كمان يومين. يان اتصدم وقال في نفسه مين اللي حدد الميعاد ده من ورا ظهري، وطبعا هي لسه غافلين ليكم الله وما تعرفش ان هو نفسه المدير الكبير.
وفي ليلة رايقة قعدوا يشربوا سوا. تشان راحت في النوم. يان حب يعمل فيها جنتل ويقلعها الشوز عشان تنام مرتاحة. قامت مدياله شلوت محترم في عينه وهي نايمة. تاني يوم صحي عينه ورمة زي البيضة وهي بتسأله ببراءة: يا عيني مين اللي عمل فيك كده؟ قال لها: انت يا ست الكل. والموقف قلب كوميديا كالعادة. تشان راحت الشركة ومنتشية عشان سلمت الملف وبتحلم بالترقية. دخلت لقت الدنيا زيطة واحتفالات. عرفت ان نانا وواحدة اسمها سو هم اللي ترقوا وهي ملهاش في الطيب نصيب ولا حد عبرها. واكتشفت ان نانا سرقت مجهودها وتقريرها وقالت: ده شغلي انا. تشان دمها فار ودخلت لنانا مكتبها وشرشحت لها، بس الرد كان ألم على وشها: انتي مفصولة، ولو فتحتي بقك هرميكي بره الشركة خالص. فينج قاعد بيضحك وشمتان إن خطته نجحت، وتشان خارجة مكسورة الجناح وشايفة زمايلها بيحتفلوا. وبالصدفة عرفت إن المدير وي موجود في الشركة وحاولت توصله وتديله الملف، بس مفيش فايدة، محدش سمعها. ومن ناحية تانية يان شيك نفسه على الآخر ونازل الشركة لأول مرة وفاكر إن تشان خلاص برنسيسة وترقت وهيفرح معاها. وهو في الجراج تشان سمعت صوت في عربية. قربت لقت المدير وي مقضيها حب وغراب مع نانا. ساعتها اللمبة نورت في دماغها وفهمت اللعبة كلها وعرفت نانا ترقت ليه. قررت تصورهم فيديو وصور تذكارية وهددتهم بالفضيحة لو ما تنزلوش عن مناصبهم. وقبل ما تمشي عملت معاهم الجلاشة وخدت هدومهم وجريت وسابتهم في موقف زي الزفت. والحرس بدأوا يجروا وراها عشان يمسكوها، واللي جاي شكله هيبقى ضرب نار. في نفس الوقت يان واصل قدام شركته لأول مرة بصفته الحقيقية. لقى الهيصة والزيطة والحرس بيجروا ورا حد، والمشهد قلب فيلم أكشن بجد. وقف مستغرب وقال: هو أنا داخل شركة ولا داخل اسم الأزبكية؟ المساعد بتاعه بحلق شوية وصرخ: الحق يا باشا، دول بيطاردوا تشان. يان ما كدبش خبر، دخل هو والمساعد في الحرس وادوهم العلقة التمام وخلصها من إيديهم. فجأة ظهرت نانا وهي بتبرطم وتزعق ليان: البت دي مطرودة ومفصولة، وأول ما صاحب الشركة يوصل هخليه ينفخك انت كمان. ما تعرفش انها واقفة قدام البعبع نفسه. تشان كانت مستخبية في ظهر يان وماسكة في ايدها بتضوافرها، فاكرة انه مجرد موظف غلبان وهو طوق النجاة بتاعها. المدير وي وصل وهو بيدور على تشان عشان يلم الليلة وياخد الفيديو اللي فضح الدنيا. بس أول ما عينه جت في عين يان وشه جاب ألوان الطيف واتنفض مكانه وقعد يتأسف عشان عارف إن يان هو الحوت الكبير صاحب الشيلة كلها. المشهد قلب في ثانية، ومن بعيد فينج كان واقف بيراقب، وأول ما فهم إن يان هو المدير ركبه اتخبطت في بعض وجري على ليه تنقذه وهو مش فاهم إنها بتلعب بيه وبغيره. بالليل يان رجع القصر لقى أبوه مستنيه على نار. قال له: يا ابني الشغل شغل والجواز مصلحة، وانت لازم تتجوز ليه عشان من مستوانا. يان انفجر فيه لأول مرة وقال له: بقى بعد ما رمتني 20 سنة لوحدي في الغربة جاي دلوقتي تمشي كلامك عليا؟ تشان دخلت في اللحظة دي وهدت الدنيا، وهناك عرفت الحقيقة اللي نزلت عليها زي الصعقة. عرفت ان يان هو المدير الكبير، والمفاجأة إنها لقت الإلادة بتاعته نسخة طبق الأصل من بتاعتها، وكأن في سر قديم رابطهم ببعض. تاني يوم الحق رجع لصحابه. الإدارة العليا عرفت إن تشان هي اللي شايلة الشغل، ومساعد الرئيس طرد نانا وسوب التلاتة قدام الكل وأعلن إن تشان بقت هي مديرة المكتب. نانا وسو قعدوا يبوسوا الأيادي ويطلبوا السماح، بس تشان ردت عليهم ببرود: زي ما سقطون المر اشربوا من نفس الكاس بقى. وهي خارجة لقت يان مستنيها بالعربية وبصت له، كانت مختلفة خالص. ومن بعيد نانا كانت بتغلي، وظهر لها فينج وعرض عليها تحالف شياطين عشان يوقعوا تشان. الأمور مشيت طيارة، ويان خد تشان القصر، وهناك نزل على ركبة ونص وقدم لها الدبلة وطلب إيدها في لحظة رومانسية تخلي الصخر يلين، والدنيا أخيرا ضحكت لهم. بعد يومين يان عمل حفلة عيد ميلاد عشان يعلن الخطوبة رسمي. فينج وأمه دخلوا الحفلة ومنظرهم كان بيئة قوي. أمه عينيها كانت على البوفيه ونازلة لهط في الأكل، ولما شافت يان معدي افتكرته ويتر وهزقته عشان ما ياخدش الطبق منها. فينج كان عايز الأرض تنشق وتبلعه من الفضيحة. في الوقت ده تشان كانت في العربية رايحة الحفلة وفرحانة وبتحكي لصاحبتها إن خلاص الحلم هيتحقق، بس السواق كان ثعلب لابس ماسك ومشي في طريق مقطوع، ولما شكت
ثبتها وكتم نفسها وخدرها وخطفها. في الحفلة يان كان قلبه واكله من تأخيرها، وفجأة دخلت ليه بفستان ياخد العقل وقعدت تتمخطر جنبه، والناس بدأت تهمس لايقين على بعض. أبوه استغل اللحظة وطلع قدام الكل وأعلن: يا جماعة، خطوبة ابن يان على الآنسة ليه. يان اتصدم والدنيا لفت بيه، وليه كانت مبتسمة ابتسامة صفرة. الكاميرات بدأت تلمع، بس يان مسك المايك وزقر في الكل: مستحيل، أنا لا بحبها ولا هتجوزها. أهلي ليه وشهم اسود واتجننوا: إزاي ترفض بنتنا وتكسر بختها قدام الناس؟ الحفلة قلبت خناقة شوارع وساحة حرب، وتشان يا عيني في عالم تاني، مخطوفة ومحدش داري بيها. أول ما يان رفض ليه قدام الدنيا كلها، المساعد جاله بجري وقال له: تشين اتخطفت يا باشا. في الوقت ده تشين فاقت لقت نفسها في وسط تعابين. نانا وسو قاعدين يكسروا في مقادفها ويقولوا لها: فوق لنفسك، يان عمره ما هيبص لواحدة زيك، ده دلوقتي بيحتفل بخطوبته على الهانم بنت الأكابر. بس الصدمة الكبيرة كانت لما السواق قلع الماسك وطلع هو المدير وي، الندل اللي كان عايز ينتقم منها عشان الفيديو اللي فضحها. وي كان ناوي يبهدلها، ونانا مجهزة الموبايل عشان تصور وتفضحها. بس يان وصل في الوقت الضايع، وعشان هو شهم دخل لوحده من غير حرس، فقام وي غدر بيه وضربه على دماغه ووقعه من طوله. المساعد وصل في آخر لحظة ولم الدور، بس نانا الغلوية كانت عايزة تضرب تشين، فقام يان وهو غايب عن الوعي خد الضربة بدلها. الإسعاف جت وشالت يان وهو بين الحياة والموت، وتشين أعصابها ثابت ووقعت من كتر الخوف عليه. تاني يوم في المستشفى الدنيا كانت مقلوبة. أبو يان نزل في تشين تلطيش كلام وحملها المسؤولية، وفي نفس الوقت فينج وأمه كانوا بيحاولوا يخلعوا بجلدهم بعد ما ريحتهم طلعت في الخطف، بس المساعد البرنس جابهم من قفاهم قبل ما يهربوا. صاحبة تشين بقى طلعت بنت بلد ووقفت لأبويان واديتها الحقيقة في وشه. هي اللي دبرت وصورت وخططت لكل ده يا حج، وفينج كان دراعها الشمال. المساعد أكد الكلام، والأب لطم على وشه وفهم إنه كان مخدوع في بنت الأكابر. يان دخل في غيبوبة، وتشين ما سابتش إيده لحظة واحدة، قاعدة جنبه بتدعي وبتفتكر كل أيامهم الحلوة. مرت الأيام والوجع زاد، لحد ما في يوم لقت يان هو اللي باصص لها ومستنيها تصحى. الفرحة ما ساعتهمش، وكأن روحها ردت فيها تاني. يان بدأت يشم نفسه وعرف إن تشين أصلاً كانت دارسة طب، وهي اللي ساعدت الدكاترة في علاجه، فندم إنه في يوم شك إنها مش من مستواه، وقال لها: أنت اللي مستواكي فوق الراس يا ست البنات. بعد ما كل الأندال خدوا جزائهم واترموا ورا القضبان، يان قرر يقفل صفحة الوجع دي خالص، وعملوا فرح ما حصلش، مصر كلها حكت عنه، فرح يليق بحبهم اللي وقف قدام القطر وما تهزش، وبدأوا حياتهم سوا إيد في إيد، أقوى من أي مغامرة وأصدق من أي مصلحة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. في النهاية الحكاية دي بتقولك إن الدنيا ساقية، واللي بتعمله النهاردة في الناس هيلف يلف ويرجع لك تاني، فخليك دايما مع الحق وعمرك ما تظلم غلبان، عشان دعوة المظلوم رصاصة ما بتخبش. أشوفكم في ملخص جديد على خير. سلام.